فيلمنا بيبدأ مع ليندا اللي سهرانة في بيت صديقتها سارة، وبيبقوا قدامهم صندوق فيه مقتنيات والدة سارة اللي ماتت قريب، وبيلاقوا في الصندوق كاميرا صور فورية، وهو نوع من الكاميرات اللي بتصور الصورة وبتتحمض في نفس اللحظة وبتخرج الصورة من الكاميرا. وبتقرر سارة انها عايزة تتصور بيها وتبعتها لحبيبها عشان يبقى هو الوحيد اللي معاه نسخة منها، فبتصورها ليندا بالكاميرا. ولحظة التصوير بيظهر ظل وبيختفي فورا، ولان الوقت اتأخر بتمشي ليندا وبترجع على بيتها. وبعدها بتنزل سارة عشان تقفل باب بيتها وبتسمع صوت جاي من الكاميرا، واول ما بتمسكها الصوت بيختفي، وبتبص في الصورة بتلاقي خيال واقف وراها، وفجأة النور بيقطع وبتحس بحركة في البيت، فبتطلع تنادي على ليندا لانها فاكراها بتعمل مقلب فيها. وبتلاقي كرة صغيرة واقعة من المخزن اللي في السقف، فبتطلع على السلم عشان تعرف مين اللي رماها، وبيقع السلم اللي طلعت عليه بدون سبب. وبتلاقي شبح مخيف مسك ايدها، فبترجع بظهرها وبتقع في الفتحة، وقبل ما تلمس الارض بتتسحب لفوق وبتنزل مقتولة. وبعدها بنروح على بيرد، بنت في مدرسة ثانوي بتحب التصوير جدا، وبتحاول انها تصور زميل ليها معجبة بيه، وبتكون شغالة في محل خردوات وتصليح اجهزة قديمة لانها بتحب المقتنيات القديمة. وبيجي لها زميلها تايلر وبيقول لها انه لقى كاميرا قديمة بتتباع في المزاد وجابها لها، وبتبقى مبسوطة جدا بيها لانها عارفة ان الكاميرا دي من السبعينات وما بقتش تتصنع دلوقتي. وبتلاقي محفور على الكاميرا حروف الملك القديم بتاعها، وبتجربها على تايلر عشان تشوفها تصور ولا لا. وبيبقى اول صورة بتاخدها بالكاميرا لتايلر زميلها، بيحاول بعدها انه يتقرب من بيرد لكنها بتتجنبه وبتسيبه وبتمشي، فبيجري وراها عشان يديها شنطة الكاميرا. وبتبقى صورة سارة موجودة في الصندوق من غير ما بيرد تاخد بالها منها، لكنه ما بيلحقهاش. وبتتحرك بيرد على بيتها ومعاها كاميرتها الجديدة، وبتبقى عايزة تصور الكلب بتاعها لكن بيبان عليه الخوف، لحد ما بتيجي كيسي صاحبة بيرد عشان تقنعها انها تيجي معاها الحفلة التنكرية اللي هتتعمل بالليل، وانها مجهزه لها لبس عشان تلبسه وهتيجي معاها بالعافيه. وبتلبس بيرد لبس ذات الرداء الاحمر، وبتروح على الحفله ومعاها الكاميرا بتاعتها. وبيبقى تايلر في نفس الوقت بيقفل المحل عشان يمشي، وبيلاقي مدير المحل سايب له صور عشان يشغلها على جهاز العرض ويشوفها شغاله ولا لا. وبيجربها على الجهاز وبيلاقي ان في خيال موجود في كل الصور، وبيفكر ان في حد واقف ورا الستاير اللي هو حاططها. واما بيرمي الستاره على الارض عشان يضرب اللي وراها ما بيلاقيش حد، وبيفتكر ان العيب في الجهاز نفسه. لكن بتبدا الستاره تترفع في الهواء وبتهجم على تايلر وبتقتله. وبتبقى بيرد وصلت الحفله وبتحاول انها تتاقلم مع الموجودين، وده عكس شخصيتها تماما. وبيبقى صاحبه الحفله متنكره في ساحره، وبتطلب من بيرد انها تسحب بطاقه من بطاقات التاروت بتاعتها. وبتسحب بيرد ورقه بتدل على الموت، فبتقلق من حظها وبتبقى مش عارفه حد في الحفله، لحد ما بتلاقي واحد بقناع مخيف باصص لها وبيقرب منها، وبيطلع كونر زميلها اللي هي معجبه بيه، وبياخد باله من الكاميرا اللي في شنطتها، فبتقول له انها كاميرا قديمه وفريده جدا وشايلها لانها بتحب التصوير. واثناء كلامها بيجي ديفن وحبيبته مينا وبيطلبوا من كونر انه يتصور معاهم سيلفي، فبتعرض عليهم بيرد انها تصورهم بالكاميرا بتاعتها. وقبل ما تصورهم بتنضم لهم كيسي هي كمان، وبيبقوا 4 افراد في الصوره. ولحظه التصوير بتشوف بيرد خيال اسود واقف ورا كونر، فبتستغرب وبتستنى تشوفه في الصوره اللي طالعه من الكاميرا. وبتبقى الصوره حلوه وما فيهاش حاجه. وبتيجي ايفري صاحبه الحفله وبتتضايق انهم اتصوروا من غيرها، فبتاخد كاميرا بيرد وبتصور نفسها بيها. وقبل ما تشوف صورتها بتسمع حد من الضيوف بينادلها لان البوليس طالب صاحبه البيت، وبعدها بينادوا بيرد لان البوليس بيدور عليها. وبتروح معاهم لمركز الشرطه، وبيكون المأمور هو المكلف انه يبلغها بموت زميلها تايلر اللي شغال معاه في المحل، ولو كانت تعرف اي حد بيكره تايلر او عنده عداوه معاه تبلغه فورا. وبتيجي والدتها عشان تاخد بيرد وهي بتعيط بسبب موت زميلها، وبتفضل حزينه على موته وهي في اوضتها. وبتاخد بالها ان الخيال اللي كان في صوره تايلر اختفى واتنقل لصوره ايفري، فبتفكر انها تتصل بيها عشان تطمن عليها، لكن بتشوف ان الموضوع مش مستاهل وبتنام. وبتبقى ايفري في بيتها بتشيل كل حاجه خاصه بالحفله وبتنزلها لبدروم البيت. بتحس بخطوات في بيتها، فبتطلع تدور على اللي لسه موجود في بيتها مع ان الحفله خلصت خلاص. وبتكون حاطه تمثالين عند الشباك في الضلمه، لكن بتلاقيهم بقوا 3 تماثيل. وفجاه شبح مخيف بيجري ناحيتها وبتحاول انها تهرب منه، لكن بتدخل في كشاف بيتها وبتقع على الارض وبيهجم عليها الشبح وبيقتلها. وبتصحى بيرد تاني يوم عشان تروح مدرستها، فبتلاقي كيس اتصلت عليها عشان تبلغها بخبر موت ايفري، انها وقعت على سلالم البدروم بتاع بيتها. فبتجري بيرد على الصور وبتلاقي فعلا ان الخيال اختفى من صوره ايفري واتنقل للصوره الجماعيه بتاعت صحابها، وبقى واقف ورا كونر. بتفهم ان الكاميرا هي السبب، وما بتحاول تدمرها بيطلع منها طاقه قويه بتوقعها على الارض والكاميرا ما بتتاثرش. وبتروح فورا على المدرسه وبتجمع صحابها عشان تحكي لهم اللي حصل، وان الكاميرا هي اللي بتقتل اي حد بيتصور بيها بالترتيب، وان اول واحد مات هو تايلر وبعدها ايفري، والدور على واحد فيهم المره الجايه او كلهم في وقت واحد. لكن محدش بيصدقها وبيتريق ديفن عليها انها مش معاها كاميرا سحريه بتقتل اي حد تصور بيها، وبياخد الصور منها عشان يحرقها. واول ما النار بتوصل لدراع مينا في الصوره بيتحرق دراعها في الحقيقه، وما بيقدروش يطفوها الا بعد ما يطفوا الصوره الاول، وبترجع الصوره لطبيعتها من تاني. وبيتم نقل مينا فورا للمستشفى عشان تتعالج من الحرق اللي في دراعها. وبيقعدوا كلهم عشان يفهموا ازاي بقت حياتهم مرتبطه بصوره. وبتقول لهم بيرد ان تايلر قبل موته كان جايب لها الكاميرا هديه من موقع بيع وكان معاها شنطه وبس، فبيسالوها على مكان الشنطه يمكن يكون فيها حاجه تساعدهم. فبتلجأ انها تروح لمحل المقتنيات اللي تايلر اتقتل فيه عشان تدور على الشنطه، وبتدخل
بتدخل لوحدها وبتقدر توصل للشنطه بتاعت الكاميرا وبتحس بحركه حواليها، فبتهرب للمكان اللي دخلت منه، لكن بتقع على الارض وبتلاقي ان الخيال بيقرب منها لكنه بيتاثر بالحراره اللي خارجه من الدفايه، وبتاخد برد بالها من اللي بيحصل له وبتكمل هروب من المكان. واثناء خروجها والشال ملفوف على رقبتها بيشبك في مسمار، فبتقلعه وبتجري على كونر وبيتحركوا بعربيته، وبتستغرب ليه الشبح ده بيطاردها، فبيقول لها كونر انها للاسف ظاهره معاهم في نفس الصوره، والسبب انعكاس صوره في الشباك اللي كان وراهم، وانها متعرضه لنفس الخطر اللي هم متعرضين له. وبتتصل فورا بديفن عشان تبلغه باللي حصل، وبيكون ساب الموبايل بتاعه في اوضه مينا، فبترد عليها وبتبلغها بيرد باللي شافته وانهم ما يبقوش لوحدهم ابدا. واول ما بتقفل مينا التليفون بيظهر الشبح قدامها وبيقتلها، وبيرجع ديفن من تاني عشان يطمن عليها وبيلاقيها مشنوقه قدامه ويبان انه انتحار. وبتبقى بيرد وكونر وصلوا المستشفى وبيعرفوا اللي حصل، وبيتخانق ديفن مع بيرد لان هي السبب في اللي بيحصل لهم والكاميرا بتاعتها هي، فبتعيط بيرد وبتروح مكان تقعد فيه لوحدها. فبيجي لها كونر عشان يقول لها ان الذنب مش ذنبها، ولكنها بتقوله ان دايما هي السبب، حتى في موت والدها كانت السبب انها خلته ياخد طريق معين عشان يوديها الحفله اللي كانت عايزه تروحها، وحصل لهم حادثه بسبب انهم خدوا الطريق ده ومات ابوها بسببها، وانه لو كان موجود دلوقتي معاها اكيد كان هيدور على سبب للي بيحصل. وبتقرر ان مفيش وقت للعياط دلوقتي، وبتقلب شنطه الكاميرا عشان تشوف كل اللي فيها، وبتلاقي ورقه في الشنطه ان الكاميرا كانت دليل على جريمه قتل حصلت سنه 1974. فبيدوروا في ارشيف المدينه على اي خبر لجريمه قتل انتشرت في الجرايد سنه 1974 لحد ما بيوصلوا لخبر خطف وقتل 3 اطفال من مدرس تصوير، وان اسم المدرس هو نفس اول 3 حروف محفورين على الكاميرا، وان الخاطف كان مريض لدرجه انه كان بيحب يصور الاطفال وهو بيعذبهم بالكاميرا بتاعته. وبتقابل بيرد اصحابها عشان تحكي لهم على اللي وصلت له، بتقول لهم ان الشبح ده طاردها في المحل، لكن اول ما وصل للحراره اتاثر بيها، وانه زيه زي الصور لان الحراره بتشوش الصوره وما بتتحمضش الا في الضلمه بس، وده نفس اللي الشبح بيعمله. وبيفقد ديفن اعصابه وبيقرر انه ياخد الكاميرا عشان يكسرها، وبيحاول كونر انه يهديه عشان التصرف ده مش هيساعد، لكن للاسف بيدوسوا هما الاثنين على زرار التصوير بالغلط وبتطلع صور لديفن لوحده. وساعتها بيبصوا في الصور وبيلاقوا ان الخيال ساب صورتهم الجماعيه واتنقل لصوره ديفن لوحده عشان يبقى الدور عليه، وبيمسك ديفن الكاميرا تاني وبيهدده من اللي هيحاول يقرب منه هيصوره ويبقى الدور عليه هو، وبيقرر انه يصور بيرد الاول عشان هي السبب في كل اللي بيحصل، لكن كيسي بتمسك صوره ديفن وبتغرز قلم في الصوره ناحيه ايد ديفن، وبالتالي ديفن ايده بتتاثر في الحقيقه وبتقع منه الكاميرا، وبيتعصب اكتر وبيحاول الشرطي انه يهديه لكنه بيضربه بالغلط، فبيقضي الليله في السجن لوحده. وبتحاول بيرد انها تشرح اللي بيحصل لهم للمأمور عشان يساعدهم ويخرج ديفن من السجن، لكنه طبعا ما بيصدقهمش لان مفيش حاجه اسمها شبح عايش جوه كاميرا، وبيرفض انه يسمع اي اخبار عن قاتل متسلسل بيقتل وهو ميت، وبيبلغهم انهم ينسوا الكلام اللي قالوه نهائي وما يقربوش من البيت اللي كان القاتل عايش فيه. لكن اول ما بيطلعوا من المركز بيتحركوا على بيت القاتل عشان يقابلوا مراته اللي غيرت اسمها عشان تقدر تعيش في المدينه، وبيروحوا على البيت وبتسمح لهم الست انهم يتكلموا معاها بعد ما بتشوف الكاميرا اللي معاهم. بتقول لهم ان الكاميرا دي مش بتاعت جوزها انما بتاعت ريبيكا بنتها، وفي نفس الوقت بيكون النور قطع في المركز وظهر الشبح عنده عشان يقتله، وبيقدر ان يدخل لديفن الزنزانه وبيخلص عليه هو كمان. وبتكون الست بتحكي لهم عن بنتها ريبيكا انها كانت بنت جميله جدا وهاديه ما بتحبش تخرج من بيتها، لحد ما جابوا لها الكاميرا هديه ليها واتعلقت جدا بيها وبقت تاخدها في كل مكان تروح فيه، وبقت تواجه تنمر في مدرستها اكتر من الاول بسبب الكاميرا اللي كانت دايما معاها، لحد ما فيهم 4 اطفال خدعوها وخلوها تخرج معاهم وشربوها لحد ما سكرت، وصوروها بالكاميرا بتاعتها صور تشوه سمعتها، وتاني يوم نشروها في المدرسه وكانوا السبب في انها انتحرت وانت حياتها، لحد ما الصور وصلت لوالدها مدرس التصوير وخلاهم يتعذبوا وصورهم زي ما عملوا مع بنته وقتلهم، لحد ما الشرطه هجمت عليه في معمل المدرسه وضربته بالنار، فوقع في حوض التحميض ومعاه الكاميرا واتكهرب لحد ما مات وهو ماسك الكاميرا في ايده. وبالرغم من محاولته لقتل ال4 الا ان واحد فيهم ملحقش يقتله، وبتدي لهم صوره الطالب اللي ما ماتش، وبياخدوا الصوره عشان يروحوا ارشيف المدرسه ويعرفوا مين الطالب اللي فاضل، وبموته الشبح مش هيكمل قتل، وبيكتشفوا ان الرابع هو المأمور اللي طلب منهم يبعدوا عن بيت القاتل، وبيتفاجئوا ان المأمور نفسه بيراقبهم وواقف وراهم ومعاه كيس اللي كانت بتأمن لهم الطريق من بره، وبيقول لهم انهم اقتحموا المدرسه وممكن يحبسهم، فبياخد كونر الكاميرا بسرعه عشان يصور المأمور وينهي جرائم القتل اللي بتحصل لهم، وبيقول لهم المأمور ان القصه كلها كذب وان ابو ريبيكا هو اللي كان مريض نفسي وبيصور ريبيكا صور فاضحه، وما عرفوا حاولوا انهم ينقذوها ويقدموا الصور للشرطه، لكن ساعتها ابوها شافهم وقرر انه لازم يقتلهم قبل ما سره يتفضح، وقتل 3 منهم وكان هو الرابع اللي الشرطه انقذته قبل ما يتقتل من ابو ريبيكا، لكن ريبيكا ما قدرتش تعيش بذنب انها سبب في موت اصحابها وانتحرت. ولو مش مصدقين كلامه يدوروا في الارشيف هيلاقوا ان تاريخ انتحار ريبيكا كان بعد موت ال3 اطفال مش قبله. وبعد ما بيخلص كلامه بيبدا نور المدرسه يطفي بسبب ان الشبح قرب، لان كونر كان
بنصور المأمور خلاص بالكاميرا، وبيجي الشبح يمسك الصورة وبيقطعها نصين، وبالتالي المأمور بيتقسم نصين قدامهم وبيموت، وبيكمل الشبح مطاردة ليهم. فبتهرب بيرد وكيسي ناحية الحمام وبتشغل المية السخنة عشان البخار يمنع الشبح من لمسهم. بينجحوا فعلا انهم يخلوه يسيبهم مؤقتا، وبتخرج بيرد عشان تدور على كونر، وبتقوله ان جالها فكرة بس لازم يبقى معاهم الكاميرا، وبيروحوا ياخدوها من على الارض، وبتخلي الشبح يطاردها لحد معمل تحميض المدرسة، وبيمسكها الشبح عشان يقتلها لكنها بتصوره، وفجأة بتولع في الصورة وبتقدر انها تقتله لحد ما بيختفي من قدامها. وبتروح بيرد عشان تطمن على كونر وكيس انهم كويسين، وبعدها بترمي الكاميرا في المية وبتتخلص منها للأبد. ده كتبه يوسف إبراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود مجدي. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في ال50 عشان تتابعوا الملخصات الدرامية، وفولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية، وفولو لصفحة هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.